سلام البوغوس، انا بوغوسات، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ليستوار ديال هذا الفيديو هذا ولا ديال اليوم غتكون على الخبز الحافي. غنهضروا شويه غير من واحد الطريف، غنديروا غير واحد الطريف من ليستوار وكنتمنى يعجبكم. وهي فيها تخسر الهضره، ولكن انا ما غنقولش داك تخسر الهضره. راكم عارفين ما جاتش داكشي باش تكونوا نتوما مرتاحين. كنبكي على خالي اللي مات، والوليدات الصغار دايرين بيا، منهم كاع اللي كيبكي. ما بقيتش غير كنبكي فاش كيضربني شي حد ولا كتمشي ليا شي حاجه. كنشوف الناس كتدمع. المجاعه عندنا في الريف، القحط والحرب. واحد الليله باقي عاقل، ما قدرتش نحبس بكايا. الجوع كيلوي ليا مصارني، وبقيت كنمص في صباعي. كانت تقيه وما كيخرج والو من فمي من غير خيوط دفالي. قالت لي امي صافي سكت، غادي نروح لطنجة وتما كاين الخير كتير، ما غاديش تبكي على الخبز. فاش غادي نوصلوا لطنجة الناس تما كياكلوا حتى كيشبعوا. خويا الصغير عبد القادر ما كيبكي ما والو. كتقول لي امي شوف خوك كاع ما كيبكي وانت كتدمع هكا. كنشوف خويا لونه مخطوف وعينيه غارقين في وجهه، كان حابس البكيه. كناخد من عنده صبر بثواني معدوده وكنعاود نتغبن. دخل با لقاني كنبكي على الخبز وبدا كيكروشي ويركل فيا. سكتنا راه غادي تاكل الكلب دمك. اولد هزني حتى للسما وخبط بيا الارض، بقى كيشتف عليا حتى عياو ليه رجليه وفزكت سروالي. مشينا رحلنا لطنجة على رجلينا، وفي طريقنا شفنا الكسدات ديال البهايم كتحوم عليها الطيور والكلاب، والريحه كريهه مشروكه بالدم والدود والصديده. فوق ما عينا وشدنا الجوع كنصبو خيمتنا. بعد المرات الناس كتدفن الموتى ديالها في البلاصه اللي طاحوا فيها. خويا عبد القادر كحب واحد الشكل خايب، خفت عليه. سولت امي واش غادي يموت بحال خالي؟ قالت لي خوك غير مريض كاع ما غيموت. فاش حطينا رحيلنا في طنجة ما شافش الخبز الكتير اللي قالت لي امي. الجوع كاين حتى في هاد الجنه. فاش كيزيرني الجوع كنهبط العين قطيوط، كنبوعر تما في البركاسات باش نلقى شي حاجه ندمق بها. واحد النهار لقيت واحد الدري صغيور كياكل من الزباله بحالي، راسو وطرافداتو كلهم طاشيين، رجلو حفيانين وحوايجو متقوبين. قال لي الزباله د المدينه احسن من الزباله د حومتنا. الزباله د النصارى احسن من الزباله د المسلمين. من مورا هاد الاكتشاف وليت كنبعد من حومتنا، يا اما راسي ولا مع وليدات الزباله. واحد النهار لقيت الدجاجه ميته، عنقتها مع صدري وضربتها بجريه للدار. با امي في المدينه لقيت غير خويا الصغير شاد الركنه نص الفوقاني مرفوع على الوساده وكيتنفس غير بالكشايف. عينيه الكبار دابلين كانوا مقابلين غير الباب. فاش دخلت شاف الدجاجه هو يصحصح، تبسم ورجع ليه اللون في وجهه وبدا كيتحرك بشويه بحال شي واحد فايق من الكوما. بقوه الفرحه بدا كيكحب. قلبت على الجنويه ولقيت وجهي القبله فين كنشوف امي كتصلي. بسم الله الله اكبر دوزت عليها. هكا كنشوف الكبار كيديروا. ذبحت الدجاجه حتى طار ليها راسها ودمها ما سال. بديت كندلكها لعل وعسى تهبط شي قطره ويسيل دمها. هو يسيل واحد شويه من تقبت عنقها. يلا بديت كنريش فيها. دخلت امي اشنو كدير؟ منين سرقتيها؟ ولقيتها مريضه وذبحتها قبل ما تموت.
ها انت سولي عبد القادر. خطفتها مني وقالت لي تراه تسطيتي، بنادم راه ما كياكلش الجيفه. بقيت انا وخويا كنشوفو في بعضياتنا وشوفتنا كتعكس الحزان. باش غادي نطفيو هاد الجوع اللي قاتلنا؟ با كيرجع كل ليله ما في يديه والو، وكنسكنو في بيت واحد كاملين، وبعض المرات كنعس في البلاصه اللي كنقرض فيها. با جلاخه ديال بصح، فاش كيدخل لا حركه ولا كلمه الا باذنه. كيضرب امي بلا ما نعرف شنو السبب. سمعتو شحال من مره كيقول لها راه غادي نهجرك بنت العاهرة ودبري راسك مع هاد جوج كلاب. تيبقى يهلل ويسب ويدفل على الناس ما كاينينش، وكيسب علينا ويلعن ويسب الله، وشويه كيستغفر. خويا كيتبكى وكيتلوى من حر الوجع، ما كاين حتى طريفة الخبز باش يسد جوعو. مسكين بديت كندمع معاه، وانا كنشوف با غادي قاصدو، جلاخه غادي ليه وعينيه خارجين حتى حد ما يقدر يوقف ليه في طريقه. بديت كندعي في خاطري باش يحبس، والو. شد ليه راسو والوالي عنقو بالجهد. خويا بدا كيترعد والدم خارج ليه من فمه. هربت من البيت وخرجت على برا، وخليته كيسكت فمي بشتي فوركي. تخبيت وبقيت كنتسنى في المصيبه تسالي. تا كائن بشري ما كيدوز. النجوم هي اللي شاهده على الجريمه دبا. كنشوف الخيال دمي جاي قاصدني، وقفات عليا كتغبن. وحمد اجي ما تخافش. قلت ليها لا غادي يقتلني كيما قتل خويا. قالت لي شت، غير سمعونا الجيران، اجي معايا ما غادي يدير لك والو. دخلنا، لقينا داك الجلاخه كيدمع. وشوف هاد العجب، قتل خويا وكيبكي عليه. سهرنا بثلاثه، كانت بكا وخويا مجبد ومغطيه بثوب بيض، وانا النعاس خليتهم حداه كيدمعوا. صباح الحال جينا خويا المقبره، هزو الشيخ بين يديه ملوي في حصيره وتابعوا، وانا موراهم كنعرج حفيان. كانت هذه اول مره كنحضر لشي جنازه، داروه في حفره فازقه. بديت كنرجف ودموعي كيسيلو، دمايات كارمه دايره ليه بفمو، وهنا ردموا عليه التراب وغبر لي الابد. سولني الشيخ فاش كنا خارجين من المقبره عزيز عليك خوك؟ قلت ليه بزاف، وما كتبغيه اكثر مني. قال لي كل ما كيبغيش ولادو. هنا تفكرت كيفاش تتقبل عنق ديال خويا. كنت غادي نغوت على الشيخ ونقول ليه ها هو قدامك ما كيبغيش ولادو، هو اللي صفاه عليه وشفتو بعينيا حتى قتلو، الله ياخذ فيه الحق. ولكن هادشي كامل قلتو غا في خاطري، ما قلتوش ليه. كنت خايف من با لا يمشي يقتلني كيما دار لخويا. بقيت غير كنتغبن. قال لي با واش ما غاديش تسكتنا نتايا من البكا ولا كيفاش؟ قال لي الشيخ بارك ما تبكي، خوك دابا عند الله مع الملائكه. با كان كيشري خنشاد الخبز البيض والكارو رخيص، وكيمشي للقشله ديال العساكريه اسبانيا ويتبادل معاهم، ويعطيهم ديك السلعه ويعطيوه الحوايج ويديهم يبيعهم في السوق الكبير. خدمه البوفري المغربي. في واحد الليله ما رجعش للدار، نعستو خليت امي مهمومه وغارقه في بكاها. بقينا كنتسناوه 3 ايام. كنت كنواسي فيها امي، كنقول لها واش كتبغيه ولا ما كتبغيش. ولكن عرفت سبب بكاها فاش قالت لي ايوا احنا دابا بوحدنا، شكون غادي يصرف علينا؟ ما كنعرفو حتى شي حد في هاد المدينه. جداتك وخوال رحلوا من الريف لوهران، باك غادي يكون شدوه العساكر ديال اسبانيا، كان هارب من الجنديه ديالهم.
وصلتنا من بعد الاخبار باللي السبليون هما اللي شادين با في الحبس. شرا عليه شي عسكري مغربي كان كيعرفو في اسبانيا، ما بغاش يبيع عليه شي بطانيه بالثمن اللي بغا وهو يبرقق به. هادشي اللي تقال لامي. واش صحيحه هاد الهضره ولا لا ما نعرف. ولات امي كتمشي للمدينه تقلب على خدمه، كترجع ما لاقيه والو. فما كان كيرجع با في اليامات الاولى رحيلنا لطنجة، كتاكل ضفارها وكتشد فراسها، كيكتبوا ليها رفقها الحجابات باش تلقى خدمه ويخرج با من الحبس. كتبقى تصلي وتدعي بزاف، كتشعل الشمع للصالحين وكتشوف المستقبل شنو مخبي عند الشوافات. لا طريق للصراح من الحبس ولا خدمه ولا زار الا بامر من الله ورسوله. هكا كانت كتقول. سولتها امي علاش ما يعطيناش الله كيف ما عطى الناس اخرين. قالت لي راه الله هو اللي عارف، احنا ما عارفينش وما خاصناش نسولوه، راه هو عارف الخير ديالنا فين كاين. باعت امي شحال من حاجه عندنا في الدار. واحد المره صيفطاتني مع ولاد الجيران باش نجيب ليها البقوله. خفت تعداو عليا حيت ما كان عندي حتى شي صاحبي اللي يقدر يحامي عليا الا دوروني شي رباعه. كانوا كيتحاماو على الدراري الجداد اللي كيجيو للمدينه. فقلت مع راسي شنو غندير. قلت لهم انا نضرب مريشه ونوصل عليكم. خليتهم زادوا ونزلت للمدينه بوحدي. دخلت للسوق، كليت ورق دليشو وقشور الليمون وشي فاكهه معفنه. بان لي واحد الدري غادي كيجري والبوليس تابعو من اللور. تخيلتني بلاصتو، الناس كتغوت ها هو غادي يشدوه حتى شقمو. درعت وشداتني الخلعه بحال الا شدني انا. سمعت واحد الراجل كيقول ترى خلى ليها غير ودنين ديال الصاك في يديها. وقفت كنتفرج هو ينزل عليا واحد البوليسي بهراوه لداري. نقزت في الهوا كنغوت بالريفيه. هاي مانو جوج ديال البوليس اخرين كيضربوا البراش وكيدفعوا الكبار. كانت القضيه مرونه في السوق. هاد النهار مشيت للمقبره دبوع الراقيه وانا نبدا نهز الحباق من فوق القبور الزوينين. مشيت لقبر خويا وحطيتهم فوقه. شفت بزاف ديال القبور كيف قبر خويا، ما فيهم لا حبق وما مبنيين، كوما ديال التراب وجوج حجرات مختلفين، وحده كتبين بلاصه الراس والاخرى بلاصه الرجلين. ضروني في خاطري هاد القبور المنسيه. كاين اللي فوقها الشوك وكاين اللي طرف منها رايب. حتى هنايا في الروضه كاين الفرق بين الغني والفقير. علاش كيموتوا الناس؟ حيت الله بغى. الشي اللي جاوبتني عليه امي. وفين كيمشيو فاش كيموتوا؟ قلت لي الجنه ولا النار. وحنا ان شاء الله غنمشيو للجنه. سولتها شنو فيها وهي تقول لي كتسول بزاف تتكبر وتعرف. لقيت تما في الروضه البقوله اللي وصلتني عليها امي. تميت خارج من المقبره بانوا ليا 3 الرجال كيطاسيو. عيط عليا واحد فيهم، داك البروش اجي لهنا نعطيك شي حاجه. خفت وانا نهرب. سرعتيها لامك فوقيت ديال الغدا. قالت لي امي وهاد البقوله بنينه منين جبتيها؟ قلت لها من المقبره دبوع الرقيه. قالت لي المقبره وبقات حاله فمها. قلت لها ايه. مشيت زرت خويا وحطيت فوق قبرو حباق. داك التراب بدا كينقص، الا بقى هكاك راه القبر غادي يتساوى مع الارض. ما عمرنا مازال غادي نلقاوه وسط دوك الموتى كاملين. امي نط من فوق الطبله وعينيها مدمعين. قلت ليها البقوله عطاها الله حدا القبور المنسيه. قالت لي
داكشي اللي كاين في المقبره اما كياكلوش الناس. نط قاعد، بارك عليك. خدات الطبسيل سولاتني منين جمعتي الحباق. قلت ليها فوق شي قبور فيهم الحباق كتير. خنزرات فيا وهي تقول لي غدا غادي ترجع للمقبره وغادي ترجع الحباق للناس. هذوك راه القبور د عباد الله، عندك يشوفك شي واحد. حتى حنا راه غادي نشريوه لخوك ونبنيو ليه قبرو زوين. بدات امي كتدمع ودخلت معاها في بكا، عنقتني ونعسات. ولات كديني معاها السوق الكبير، كنشريو خنشه ديال الخبز كارم كيبيعوه الطلابه حدا الضريح ديال سيدي المخفي. كديرو امي في الماء مع شويه ديال الزيت والعطريه، بعض المرات كديروه غير في الماء بوحدو. واحد النهار فاقت امي بكري قالت لي انا غادي نمشي للسوق نشري شويه ديال الخضره والفاكهه ونبيعها، انت بقى هنايا ورد البال للدار. عندك تبقى عاطيها اللعب مع الدراري وتخلي الشفاره يديروا ما بغاو. ولاد الحومه بيني وبينهم فرق كبير، كتخليني نحس اني قل منهم، واخا فيهم شي وحدين اللي مكحته عليهم بحالي. شفت واحد منهم اللي هاز عظومه ديال الدجاج من الزباله وكيمص فيهم. قال لينا اماني نهار الدار كيلوحو ديما الزبل مزيان. الدراري د الحومه كيقولوا عليا هذا ريفي جاي من بلاد الجوع والقتاله، ما كيعرفوش العربيه. الريافه كاع مرض هاد العام بالجوع، بهايم ديالهم حتى هي مريضه ما كناكلوهاش وهما كياكلوها. كتزيد ليهم غا مرض فوق مرض، وإلا مات ليهم شي بقره ولا معزه كياكلوها. حتى الجيفه عندهم هانيه. الدري الجبلي اللي جاي حتى هو المدينه بحالي كيتشارك معايا في هذا الاحتقار، ولكن ما كيتسبش بحال الريفي، كيعتبروه مطنق. كيقولوا عليا الريفي خداع والجبلي نيه. حدا البلاصه فين ساكنين كاين واحد الدار عندهم شجره ديال الفاكهه. كل نهار كنطرق ليهم بوعويده كنضربها. واحد الصباح كنت شاد القصبه كنحاول نطيح واحد بوعويده من الشجره، هو يقشمني مول الدار زرني وانا كنبكي، بلت في سروالي القندريسي. هو ما ضربنيش، دخلني للدار قال لمراتو ها هو البرغوث اللي كيدور لينا من الشجره د البوعويد داير كي شي فار يفسد كتر ما ياكل. سولاتني مراتو وهي بتسمى باش تخفف عليا الخلعه فين هي امك ولدي. قلت ليها مشات للسوق كتبيع وتشري. قالت لي وصافي بركه من البكا، وباك فينا هو؟ قلت ليها با في الحبس. سولتني علاش، فكرت الا جاوبتها بصراحه غادي نطيح بالكرامه د والديا. قلت ليها ما نعرف، امي هي اللي عارفه. بدا كيهضر الراجل ومراته على ود باش يحبسوني حتى تجي امي وهي تجي بنتهم حفيانه راسها ملفوف بالزيف بيض ويديها فازقين. فهمت من حديثهم باللي المراه والبنت بقيت فيهم، ولكن مول الدار بين المزاح والجد على حساب. ما كيبان ليا من كلامه وملامحه ما تفكش معايا. حتى دخلني لواحد البيت مظلم ومدكس بماعين، اغلبيه فيهم مهرسين. سد عليا الباب وقال لي اوياك تبكي، الا بكيتي غنجي نسلخك بالمصويطه، خوكم محبوس في بيت. هذه اول مره يقدروا الناس من غير فاميلتي يتحكموا فيا. بوعويد اللي كليت قبل كنخلص فيهم دابا. علاش حنا رحلنا من الريف والناس اخرى كتبقى في بلادها؟ با كيدخل الحبس وامي كتبيع الخضره مخلياني بالجوع، وهذا الراجل كيبقى هو ومراته في دارهم بخير.
علاش ما يكونش حتى حنا في ملكنا كيف ما كيملك غيرنا؟ طليت من تقيبات الساروت، لقيت بنت مول الدار كتسيق. بقيت مقابلها وكنتفرج في ذاتها كيفاش كتحركها، وانا ندق بشويه في الباب. قلت ليها اجي فتحي هذا الباب دلوين. طلقات الجفاف ونفضت الماء من يديها وهي تقصد الباب. حلاتو وقالت لي ها انا شنو بغيتي؟ بديت كنتغبن عليها. امي ترجع من السوق وما تلقانيش مقابل الدار على ود الشفاره غتسلخني. قالت لي مازال غادي تقرب للشجره ديالنا. مره اخرى قلت لها الا شفتيني طيحت لكم شي بوعويضه قتليني. تبسمت وانا نعقدها. خرجت بالخف وهي تعيط عليا اجي نقول لك فيك الجوع؟ جاوبتها لا لا شبعان. قالت لي تسنى. مشات جابت ليا ملويه كتقطر بالعسل. قالت لي الا جاك الجوع شي نهار جي عندنا، واش ما عندك ما تلبس في رجليك؟ قلت لها لا راه امي غادي تشري لي صباط. خرجت مشيت بحالي. كنت كنتمنى كون كانت هاد البنت اختي والدار والجرده ديالنا. مول الدار باينه فيه ظريف ماشي بحال با، كون غير كان هو با. كرش دمي غدا وكتنفخ. بعد المرات ما كتمشيش للسوق، كتبقى نهار كامل كتبوع. رجليها كيضروها كتبكى، كرشها كتبوط، عندها غير تفرقع. ما بقاش كيأثر عليا بكاها. قلبي كيقصح ويزيد يقصح وفي الاخر كنحزن. نسيت شي حاجه سميتها اللعب. واحد الليله هزوني ناعس للدار اخرى. نعس عند الجيران مع 3 ديال الوليدات. الصباح قالت لي الجاره الوالده ديالك راه ولدت بنيه، تهلا في اختك، رد ليها البال. امي كانت كتزور با في الحبس مره في السيمانه وكترجع كتبكى. بديت كنفهم بلي العيالات كيبكيو اكثر من الرجال. بعض المرات كيكعاو في الوقت اللي كتقول غادي يفرحوا، وكيفرحوا في الوقت اللي كتقول غادي يكعاو. امتى كيكعاو وامتى كيفرحوا ما نعرف. واحد المره شفت امي كتبكى وهي فرحانه. واش تسطات ولا شنو؟ وليت كنبقى في الدار نقابل اختي رحيمو، كنعرف كيف نضحكها، ولكن الا مشات حتى بكات ما كنعرف كيف نسكتها. كنترون وكنخرج على برا كنخليها تبكي وكتبقى طايف مع راسها بطرافها العوجين كيف شي فكرو مقلوب على ظهرو. فاش كنرجع غالبا كنلقاها ناعسه، الدبان كينقز على وجهها اللي غزاتو شنيوله. شابكه عندنا هنايا النهار الدبان وبالليل شنيوله. اختي غدا وكتكبر، امي كينقص بكاها وشكاويها، وانا كنزيد نتبرهش مع امي وولاد الحومه. الا خصت شي مطيفه ولا نوضتها مع امي كنبدا نهرس ونطيح اي حاجه بنت ليا في الارض. كنبقى عليها بالسبان وعلى ولاد الدرب. ولات امي كدينا معاها للسوق. اختي كتردعها عندها وانا دايع في شي قنت. كندبر على راسي ولا كنسرق. فواحد الصباح كنا في السوق، هو يوقف علينا با. بدات امي كدمع عاوتاني هنا وحتى في الدار. ما فهمتش علاش كتبكي على جلاخه، ما فيه حتى ذره الرحمه. في ديك الليله غلبني النعاس وخليتهم مشابكينها. في الصباح مشات لمي الحمام، تزينات وسوكات وكحلات. فاش خرج با من الدار بدات امي كتبكي عاوتاني. واسيدي ربي عمرني ما شفت شي مراه بكايه بحالها. قلت ليها مالك علاش كتبكي؟ قالت لي اباك خرج كيقلب على داك اللي برقق به، اللي بيع به باش يقتلو. صراحه فرحت على الله با يلقاه ويقتلو ويطول غيابه في الحبس. مره اخرى والله يصفيها ليه الاخر ويهنينا منه بالمره. الغياب ديال با حي ولا ميت هاد الحاجه اللي ما كرهتهاش. في الليل رجع با سكران وعيان، طال عليه الدم حيت ما لقاش داك البرقاق اللي عنده معاه الحساب. سمعت با وامي كيدويو على رحيلنا من هنا لتطوان. خليتهم كيتحتتو وغرقت في نعاسي. فيقاتني واحد البوله
في الوقت بالليل وسمعت شي حاجة، يعني ما خلصنيش النوض. المهم با امي شابكينها، شررتها في حوايجي وسخنتهم وكملت نعاسي. جا وقيتنا رحيلنا لتطوان، وانا كنتفكر حاجه وحده: لقبرت خويا اللي غادي يبقى بلا سقي وبلا حباق وبلا بني، غادي يضيع كي كتضيع الحوايج الصغيره وسط الكبيره. لقينا السكنه في عين خباز، الدار قريبه لواحد الجريده. عندنا بيت وحده طواليت خارج البيت. امي رجعت كتبيع الخضره والفاكهه في حي ترانكاس، وبا راه مبيطل كيعمر في حي الفدان مع المغاربه المعاطبين ديال الحرب لآلهة اسبانيا. انا كنتسخر لواحد الجيران سبليونين، واختي رحيمو مره كتكور في الارض وكتحاول توقف. كنبقى نلعب معاها، ولكن فاش كتعمر حوايجها الريحه كتفرقع البيت، فكنهرب ونخليها حتى ترجع امي من السوق. كيغيب با بعض المرات بالنهار وباليومين، فاش كيرجع كتشعل بين با وامي، وغالبا كاردها كل هاد مايات. ولكن في الليل كنسمعهم في الفراش ضاحكين وقصارين. المهم شابكينها عاوتاني. هكا كيتصالح معاها. لقى ليا با واحد الخدمه في القهوه شعبيه في حومتنا. مول القهوه يدو لي سريه مقطوعه، قال لي با: هذا راه ولدي، اللي تعدى عليه شي سكايري ولا حشاشي راه روح نطفيها ليه، راك عارف حنا ريافة صبرنا قليل. قال ليه مول القهوه: اكون هانا سي حدو، ما كاينش اللي يمسو. وليت كنخدم من 6 ديال الصباح حتى المورا 12 ديال الليل. الشهر كيجيب با عند مول القهوه كيشرب معاه كويس داتاي ويعطيه 30 بسيطه الخلصه ديالي. كيعيط عليا الباطون باش نشوف با ونبوس ليه يديه. كيقول لي: با اخديت الخلصه ديالك، الله يرضي عليك. فراسكم ما كيعطيني حتى شقفه من دوك الفلوس. فاش كيشد الخلصه ديالي كيغبر على الدار نهار ولا يومين، غالبا كيرجع متمن. كنسمع امي كتقول جوج كلمات: العاهرات وسكيريه. با كان كيستغني انا وامي، ومول القهوه حتى هو كيستغني، حيت الدراري اللي خدامين معايا كانوا كيتخلصوا احسن مني. غادي نشفر اي واحد كيستغني، وخا يكون با ولا امي. هكا وليت كنعتبر السرقه حلال مع ولاد الحرام. وليت كنكمي الكيف والكارو. في الخفه فاش كنتسخر لشي كليان كيعطيني العماره د السبسي، ولا شي كاس دروج، ولا طرف ديال المعجون. تقيت شي ما صفر شحال من مره، ولعقتها بواحد المرضى. فاش كتمرض كتولي تبان ليك الحياه في شكال. المرض كيعمق ليك الشعور ديال الوحده. فهمت بلي انا غير انا، العالم مرايه كبيره مفرشخه ومصديه كنشوف فيها وجهي مشوه. الكليان ديال القهوه كانوا كيشجعوني نتكيف ونضرب المعجون. قال لي واحد فيهم: راه التبويعه كتجيك غا في الاول. ايوا صدق اخونا الحشيشي. ما بقيتش كنتقيا ولا كنمرض. مول القهوه ما كانش عنده الاعتراض على السلوك ديالي. فهمت بلي المهم عنده هو يدخل الفلوس، ما سوقوش فيك انت اش كدير. كنت كنفكر شي مره مع راسي كنقول له: واش هاد الشي علاش بنادم كيتزاد وكيعيش؟ لا، كاينه الجنه وكاينه النار كيف ما قالت لي امي. بعض المرات في غياب مول القهوه كنطلع النيفو ديال السرقه، كنضرب ليه الفلوس بلا ما يحس، كيجمع داكشي اللي درت ليه في لاكيس بلا ما يتحاسب معايا. وليت كندخل للدار ديال الباترون فوق مبرشقات ليا، كناكل مع وليداتو ونعس معاهم في بيت واحد. شفت الباترون كيضرب مراتو، ولكن ماشي بحال با، كان شويه درويش وكيبوس ولادو ويضحك مع مراتو. با راه سطاج الوحش، كيفرشخ ويغوت كيف شي بهيمه. كدوز بعض المرات شي سيمانه ما كنشوفش والديا. صحيت من صداعهم،
الصراحه واخا ما كنتش كنعس مزيان وضعافيت ومرت، كرش دمي بدات عاوتاني كتنفخ. هاد المره ما غاديش نبقى في الدار مقابل التربيه اللي غادي تخرج من كرش امي. كبرت ووليت خدام. دابا تخيلت كرشها غدا كتنفخ حتى واحد النهار سمعت طلعت ليا تماره هاد القهوه في راسي وانا نخرج منها. وليت كنفيق بكري كنسرق الفاكهه من الشجر والدجاج والبيض والفراخ د الحمام. كندوز عند موالين الحوانت في الحومه وكنبيع ليهم الحصيصه. كنت غايب على الدار وكنعس فين ما لقيت. في الليله الثالثه دور الوالد مع شي ولاد الحومه وطاحوا عليا. حبسنا انا وامي في البيت وبقى كيجندخ فينا. داتي كلها دمايات والعين دمي تنفخات. غير الجيران اللي هرسوا السقطة د الباب باش يقدروا يصوفيونا من بين يديه. بقيت ايامات كثيره ما عرفتش كيفاش نعس. تمنيت كون كنت قادر نعس في الهواء طاير. رجعت من بعد الخدمه في القهوه وزيد عليها السكره والكمايه والبعجون. امي ولدات وليد سموه عاشور. اختي رحيمو ولات قادره تقابل خوها الصغير. واحد الليله شربت الروج وتحششت مزيان وانا نخرج قدام القهوه كنتامل في النجوم. تغمضوا عينيا جا عندي الباترون سبني وقال لي نوض قاعد عطي لك السيد كاس د الماء. شفت فيه واحد الشوفه حقدني النوم طفى ليا نجومي. قلت ليه وانت اش كدير هنايا؟ سير ديليه يشرب. صافقني الباترون وانا نهرب ليه. كنت هادي اخر ليله عندي في القهوه. من مورا ما دازوش ايامات على العيد الكبير مشيت مع امي لجنب الواد. غسلات البطانيه د الحاولي وشي حوايج اخرين. في الليل سمعتها كتقول الله نسيت الجنويه اللي كنقي بها البطانيه جنب الواد فوق الحجره. ما قلت ليها والو. خرجت غادي قاصد الواد لقيت جنويه بديت كنلعب بها كي شي بطه د المسايفه. هزيت راسي بان ليا بحال شي جن قصدني وانا نغرز جنويه في الارض. كنسمع بالليله بان لك شي جن غرز جنويه في الارض. الجن كيبقى كان في بلاصتو. هربت من تما وكنحس بركابيه كيخويو بيا. تحت ونط ما قدرتش لا نغوت ولا نتلفت. كنت خايف ندور وجهي اللور ويشد فيا داك الجن. بقيت غير كنجري حتى وصلت للدار. قلبي طلع حتى لقرجوتي. شديت الفراش بمرض سحاب ليهم غادي نموت. جا لدارنا واحد الفقيه كيخرج الجنون من بنادم. قال لامي راه خاصك تذبحي شي فروج كحل وتهزيه ودوري به واحد البير 7 المرات. من مورا ما تشافيت عاودت لصحابي شنو وقع. تيقوني كاملين اما الناس الكبار فيهم قالوا لي راه داكشي اللي شفتي غاشي راجل رجع لدارو في ديك الوقيته. دوزو الايامات ولقى ليا با خدمه في المعمل ديال لياجور ب25 بسيطه للسيمانه. كندفع الكرويره عامره بلياجور لمده 8 سوايع في النهار. يدي تلخو كاملين وجهي حراش غاب الشمس والغبره وداتي كامله الدكدكات. بديت الخدمه مشيت للمعمل اخر ديال الفخار ونفس الفيلم عاود تاني. كرويله مشارجه كنبقى ندفع فيها 8 سوايع. غير هو هاد المره انا اللي كنشد الخصا على ود الماكله والغسيل د الحوايج والنعاس في الدار. واحد النهار ما كانش با في الدار وانا ندور على الكرويله. قلت لامي انا راه ما بقيتش حمار. الحمار هو اللي كيبقى يهز تقلوي كيجرو وكيجر فيه نهار كامل. قالت لي وشنو غادي دير؟ قلت لها انا عارف شنو غندير. في وقت الغداء قال لي با الماكله والنعاس في الدار راه خاصك تخلص عليهم. الا ما كنتيش خدام راه ما كاين لا نعاس لا ماكله هنايا. واش كتفهم شنو كنقول لك ولا لا؟ هبطت راسي وقلت ليه وفي خاطري جاوبتو وانت شنو كدير هنا؟ ما خدام ما ردام. ياك امي هي اللي كتخرج تبيع الخضره وكتجيب المصروف. خرجت من داك المعمل وقلبتها سيرور.
كندور على القهاوي والبيران، وكنمسح صبابط البنادم، وكنجمع البوينتات ديال الكارو كنكميهم، كنشرب شي هاد الكيسان في البار، وكنتحرك لداكشي اللي بقى من الماكله قبل ما يزربوا عليه السربايه. الكليه اللي كنمسح ليه الصباط ما كنعجبوش خدمتي، ما كنتش تاقل الحرفه. شحال من مره كطيح ليا الشيطه من يديا، الحريفيات السراج كانوا كيضحكوا عليا. وشحال من مره دابزت معاهم، صاحبت مع واحد الدري تقد ديالي كيبيع الجورنانات، وانا نخليه لمسيح الصبابط وقلبتها بيع الجورنانات. سميتو دياريو دي افريكا. تحولنا انا والفاميلا الحومه الترانكات، وما كتبيع الخضره وانا كنعاونها. كل ليله كنهز ليها الفلوس بلا خبرها، كنمشي نشري المعجون نتكيف، ولا نريح في القهوه، ولا ندخل السينما. تلاقيت مع واحد عشيري قال لي راه عمي مات، قتل راسو هو ومراته وولادو بثلاثه. قلت ليه كيفاش، اش وقع؟ قال لي دوزو يامات بالجوع بلا ماكله، ما بغى لا هو ولا مرتو يطلبوا الجيران، بنوا عليهم باب الحجر من الداخل وماتوا. قلت ليه اي والله يرحمهم. مشينا شرينا نص القرعه ديال المحيا. خويا الصغير عاشور مات وما حزنتش على موته، كنت كنسمع خواتو ولكن ما كنفكرش فيه. اختي رحيمو حتى هي كنشوفها كتكبر وكدوي، ولكن ما كنتش مسوق ليها. كنعس في الزنقه اكثر ما كنعس في الدار. واحد النهار كنت جالس في القهوه حتى جا واحد الدري قال لي راه كوميرو راه صرفق اختك وسبها، راه كان باغي يسرق ليها الخضره حيت امك ما كانش معاها، خلاتها تما تقابل ليها الخضره. مشيت بجريه والدراري كيقيدوا فيا، شكون كيعرف يحنك بالززوار. مشيت لقيت اختي كتبكي وانا نمشي للحانوت شريت 3 الززوارات وفرقتهم في جيابي. مشى واحد الدري صاحبي عند كوميرو وقال لي على الطايفه اللي جاي عليها. هو يجي ومعاه 2 صحابو وانا معايا 4. قال لي واحد الهضره خايبه وانا ندفل عليه وش بكات بيناتنا، وانا نبقى نحنك فيه بالززوار. خليته كيغوت وانا نعلق. تعاونوا شي وليدات الحومه مع با حتى شدني. من تما مشينا لواران، شفنا الفاميلا دبا، ورجع هو للمغرب وبقيت انا عندهم. خدمت في واحد الفيرما تما، ولكن كنت كندير غير المصايب. من مورا عام ونص دخلت في حالي المغرب. لقيت امي ولدات بنيه وماتت ليها في وقت الرضاعه. كانت هذه هي البارت الكبيره من الخبز الحافي اللي حاولت نشعل فيها البروجيكتور على العلاقه ديال الكاتب مع فاميلته. واخا ما هضرتش عليها بزاف، ما درت لكم غير شويه. ايوا شنقول لكم، كنتمنى من الوالدين يعرفوا كيفاش يسلكوها مع ولادهم وبلا ما يخلي فيهم ديك عقد اللي غيبقاو مجرجرينهم حياتهم كامله. يلا تهلا.